يقول محمد بن الحنفية هذه الكلمة: وارجوكم الدعاء بتنا مع ابي ليلة 21 من شهر رمضان، وقد تزايد ولوج السم في بدنه، فعرضنا عليه المأكول والمشروب فأبى أن يأكل أو يشرب إلا شربة لبن جيء بها إليه فشربها كلها، ولم يبق كعادته في كل مرة لعبد الرحمن بن ملجم، فالتفت إلى ولده الحسن وقال: بني لقد شربت اللبن كله وما أبقيت لأسيركم عبد الرحمن بن ملجم، فبالله عليك إلا ما حملت إليه مثل الذي حملت إليه. فحمل إلى عبد الرحمن بن ملجم حسب وصية الإمام وأمره. يقول محمد: وجعل جبين علي يرشح عرقا، فقلت له: أبه أرى جبينك يرشح عرقا، فقال: ولدي سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن المؤمن إذا دنت منه منيته عرق جبينه، ألا وإني مفارقكم هذه الليلة. فبعدما أوصى بوصايا كلها حيث ألزموني هذه الليلة على ألا أتطرق إلا إلى ذكر مصيبة علي على نحو الإيجاز والاختصار. يقول محمد: وإذا بأبي علي سلام الله عليه دار طرفه في أهل بيته وجعل يودعهم وهو يقول: استودعكم الله جميعا، حفظكم الله جميعا، سددكم الله جميعا، لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم مد رجلاه وأسبل يداه وفارقت روحه